ساعدونا، لا تتركوه. الفيديو طبعا اكيد راح يكون طويل، لكن ان شاء الله راح احاول اختصر اوصل لكم كل القصه والمشوار في اقصى سرعه. وصلنا لمرحله انه احنا الان راح نطلع من تركيا ونروح على وين؟ ونروح على اليونان. طبعا هذا الطريق غير شرعي وطريق تهريب، وهذا الطريق ما بنصح ولا مخلوق الله خلقه يسلك هذا الطريق. طبعا هذا الفيديو السابق بيحكي عن طلعتي من غزة لتركيا، والان راح احكي لكم من تركيا لليونان ايش صار معي بالتفصيل الممل. في الفيديو السابق حكيت لكم لحد ما انا وصلت ازمير. صديقي كان بيستنى في اتصال انه يجي اتصال يقول له روحوا استنونا في النقطة الفلانية في المكان الفلاني، من المكان الفلاني حتيجي السيارة تاخذكم وتطلعوا. ولكن في شهر 10 2023 وشهر 9 2023 كانت الطلعات كانت اوروبا مشدده كثير على الهجره، يعني ما كانش اي حدا بيقدر يهاجر. تمام. وكانت الشرطه التركيه بين قوسين اللي هم بيحكوا عنها الجندرمه كانت ممليه الدنيا. احنا بدنا فنادق او اوتيلات او بيوت نقعد فيها على اساس انه احنا نرتاح. تمام. على اساس انه لما احنا نرتاح يبقى عندنا طاقه للسفر. اللي صار كالتالي: بنروح على الاوتيل الفلاني فل، بنروح على الاوتيل الفلاني فل، دورنا على كل الاوتيلات كانت فل. يمكن هذا الكلام ذكرته في نهايه الفيديو السابق. كل الاوتيلات في تركيا كانت فل. ليش؟ لانه كل الناس بصير ضغط بعد الصيف، كله بده يكبس قبل ما يجي الشتاء، بده يلحق يصل قبل ما تعلى الموج ويعلى الطقس وتصير البحر ساقع والطريق اكثر خطر. احنا ندور على اوتيل او مكان، ما لقيناش اوتيل، ما لقيناش مكان. زي ما قلت لكم رحنا صرنا ننام في الحديقه، شرينا حرامات واشياء وصرنا ننام في الحديقه لانه الاوتيلات كانت كلها فل، ما فيش اي مكان نقدر نبيت فيه. الحين المرحله اللي بعديها نحن قاعدين ومش قاعدين على اهبه الاستعداد انه احنا بدنا نطلع بدنا نسافر، ولكن ما جاتش الفرصه او الوقت اللي يقول لنا يلا يا ولد كملوا الخطوات التاليه. وهذه بتكون من اصعب الاشياء اللي هو الانتظار. انتوا عارفين القطار بيستناش حدا، فانت قاعد تستنى حتيجي مش حتيجي، في رحله فيش رحله، بيكون في توتر في الرحله، بتكون انت يعني مش ماخذ راحتك فل او بما فيه الكفايه. تمام. في تاريخ 3 اكتوبر 2023 اتصل الزلمه علينا، هعرض لكم الصوره على الشاشه. اتصل الزلمه علينا وقال لنا روحوا على الكافيه الفلاني اقعدوا فيه استنوا فيه. الحين رحت، انا ما كنتش واصل الى تركيا 3 ايام، معيش شريحه نت. ليش؟ لانه خلص نفسيتي بديش اقعد في تركيا من اللي شفته فيها، بدي اكمل طريقي، بدي اروح على اوروبا. تمام. ما كانش معي نت، كان مع صاحبي نت، بتواصل عن طريق الجوال مع الزلمه اللي بقول لنا روح استنوا في النقطه الفلانيه. فاتصل علينا وقلنا روحوا على الكافي الفلاني او في المكان الفلاني استنوا هناك، راح تيجي السياره هناك وتاخذكم. رحنا على الكافيه، طبعا الكافيه نظام شيشه وقهوه ومدري شو. قالنا اطلعوا اقعدوا في الطابق الثاني. طلعنا قعدنا في الطابق الثاني، اجت القرصونه ايش بدكم؟ قلنا لها بدنا شاي، نزلت لنا 2 شاي، قالنا استنوا هناك. لقيت طبعا في المكان مش كبير كتير، مكان ضيق، في مرة معها بنتها، في كمان زلمة، كمان 2 بشيشوا، واحد تركي واحد سوري، مختلطة، انت انترناشونال دولة. اجت رسالة لصديقي انه السيارة بتستناكم تحت، انزلوا تحت عشان خلص انتوا الحين حتبدوا اول مرحلة طلوع من تركيا، حتروحوا على مكان معين وبالليل تكملوا طريقكم من البحر على طريق على اليونان. طبعا في طرق تانية بتكون عن طريق البر اللي انت تروح ماشي. تمام. ففي طريق بحر في طريق بر. بالنسبة إلي أنا كانت طريق البحر أسهل لأنه أنا بعرف أسبح، ولأنه أنت في رحمة ربنا موجود في البحر. بس إذا أنت رحت عن طريق البر، وأنا ما بنصح، برجع بعيد وبكرر، ما بنصح ولا حد يروح لا بحر ولا بر. إذا أنت رحت عن طريق البر حتمشي مشي في حيوانات، ممكن يكون في مافيا، ممكن يكون في حد يسرق جوالاتكم، ممكن أنت تصل لمنطقة ما فيها إرسال أو ما فيها شيء وتنقطع بالتواصل بينك وبين البشر كله وتضيع وتموت في الغابة أو يصير فيك إشي. عرفت علي كيف؟ فالزلمه قال لنا انزلوا على السياره، هاي السياره بتستناكم تحت. نزلت انا، رحت حسبت على الشاي، نزلت تحت، بطلع لقيت السياره فل. طب وين بدي اركب انا يا الله؟ بزبطش معي هذا الكلام، وين بدي اقعد؟ وين بدي اروح؟ وين بدي اجي؟ لقيت الشاب اللي معي كمان راكب وانا معي جوال ما في اتصال انترنت. طب ايش بدي اساوي؟ قلت له يا عمي انا معاهم. قال لي فيش وسع في السياره، ما في وسع. المره اللي كانت قاعده فوق معانا في الكافي بتشيش وبتشرب شاي وما ادري شو، لقيتها قاعده قدامي هي وبنتها الصغيره. اصعب حاجه لما تشوف انت طفله صغيره زي هذه مش عارفه حالها وين رايحه، امها تاخذها على جبل وبالليل تركب في سفينه وتضلها ماشيه في البحر، مش سفينه، بالون يا الله. المهم اجت البنت
اجيت بقول له انا يا عمي بدي اركب انا معاكم، اللي هو بقول لي فيش معك، فيش لك وسع. راح ركب مكان انه يسوق، فتحت السياره دبيت حالي على الشباب وسكرنا. طبعا السياره الها السواق وجنبه واحد، ورا الحين بحط لكم صوره الها، ورا بتكون في مجموعه من الشباب قاعدين. فدبيت حالي وين؟ دبيت حالي عليهم. شافني هو بس ساق السياره، مشى مسافه حوالي 1 كيلو وصف على اليمين ونزل. قال لي احمد انزل انت، ما راح تطلع معانا لانه السياره حملها كثير، راح تجيكوا سياره ثانيه. قلت له طيب ماشي. نزلت طبعا غصب عني، نزلت والشاب اللي معي ضلوا راكب، وكل كل اللي في السياره ضلهم راكبين. نزلت قال لي ارجع على المكان ثاني، رجعت مشي للمكان ثاني. وصلت المكان، طبعا الحين وصلت المكان قلت بدي اشبك نت. رحت على المحل قلت له بدي اشبك انترنت لانه ما عندي انترنت وعندي اتصال ضروري كثير. اللي هو بقول لي ما فيش عندي واي فاي. رحت على اللي جنبه ما فيش عندي واي فاي. قلت بدي اروح اشتري شريحه الان قبل ما اطلع من تركيا، راح اشتري شريحه واركب فيها انترنت دولي عشان اقدر اكمل باقي رحلتي بدون ما انقطع، لانه هي انا افترقت عن صاحبي وما راح اقدر اشبك نت واقدر اعرف وين انا رايح وين انا جاي. فهمت علي كيف؟ اشتري شريحه. رحت اول محل هو بقول لي باسبورك. قلت له الباسبور مش معي، بس معي صوره الباسبور. قال لي بينفعش. رحت للي بعده قلت له بدي اشتري شريحه، لو بقول لي باسبورك. قلت له ما معي باسبور. قال لي الكملك الهويه. قلت له ما معي صوره للباسبور ومعي صوره الباسبور الاصليه على الجوال. اللي هو بقول لي ما بدي، ما بينفع اعطيك. فسبتهم. رجعت تاني عند الكافي، قلت بضل نستنى هناك، بتيجي سياره بتبين عليها انه هذه السياره حنطلع فيها، بطلع فيها بكمل طريقي. قعدت استنى عند الكافي، لقيت واحد بتطلع فيا. قلت له اسمع بدي نت. قال لي خذ هاي نت يا خال، مالك العرب لبعض والناس لبعض، هاي نت. شبكلت، كتبت لصاحبي، بعثت لي رقم الزلمه اللي انت تواصلت معه عشان انا بستنى مش قادر اصله. بعثت له الرقم، بعثت له قلت له مرحبا، انا كنت استنى في الكافي الفلاني وهي اللي موجود، والان انا مش عارف وين اروح وين اجي وكيف اطلع وكيف انزل، ايش اساوي انا الحين؟ قال لي خليك مكانك. قلت له طيب ماشي راح استنى. قال لي حيجوك كمان 3 تنفار، حتصيروا انتوا 4 تنفار، حتطلع مع بعض. اللي هو الشاب اللي مدد لي نت. قلت له تبيعني الشريحه قديش شريتها؟ قال لي ب 700 ليره. قلت له بدي اعطيك 1000 ليره، هنا كان اخر 1000 ليره تركي في جيبتي، بديش اياها خلص طالع من تركيا. قلت له بدي اعطيك 1000 ليره وتعطيني الشريحه، ايش رايك؟ اللي هو بقول لي لا شريحتي ببيعهاش. قلت له انا طالع. قال لي طالع، خذني معك، خذني معك وهي معي نت. قال لي طيب ماشي. قلت له هنا حنستنى. قال لي لا اغراض، بدي اروح على الاوتيل اجيب الاغراض ومش الاغراض. قلت له يا عمي فيش وسع. قال لي بدي اروح على الاوتيل. قلت له طب خليك هين خلي شريحتك معي وروح انت. اللي هو بقول لي لا شريحتي تضلها معي، وطاري جراي على الاوتيل. راح باقي جاي هو شباب باقيين طالعين رحله قبل باسبوع، وماسكهم الغفر التركي وحبسهم ولسه بيتين، وهو هذا باقي طالع يشيش. فلما شافني صار يطلع معي. لما روح على الدار عند اصحابه تك 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 فتح الباب، قال لهم ايش بتعملوا؟ قال لهم في رحله تيجوا. صحيين تعبانين ودوخانين هتلاقي، قالوا له بدناش نيجي معك وخلينا نايمين. قال لهم انا هنا طالع. اخذ شنطته واجى يجري. وصلني شبكنا نت. قال لي الزلمه انتوا الحين صرتوا 5 تنفار، السياره ما راح تجيكم. شوف كيف بلش يبيع فينا، السياره ما راح تجيكم، اذا بدكم ببعث لكم منتزه، بتروحوا على هذا المنتزه الفلاني راح تلاقوا هناك واحد يجي ياخذكم. استنينا شوي، رحنا دورنا على تاكسي، فرجينا التاكسي نطلع هذا اللوكيشن، نطلع هذا اللوكيشن، نطلع هذا اللوكيشن. اللي هو السواق قال لنا باخذكم على هذا اللوكيشن. شافنا اخذنا حملنا، طلب منا 200 درهم 250 ليره تركي، اعطينا له 250. شغل هالسياره. في واحد كان فينا معانا ما مش قادر يدفع، فدفعنا احنا ال 250 قسمناها على بعضنا وطلعنا بالسياره. رحنا على المنتزه، قعدنا نستنى في المنتزه. قال لي استنوا هين ما حدش يعمل ولا حركه ولا حاجه. قلنا اخيرا وصلنا منتزه رايق، في ناس في اجانب. قلت لهم يا شباب بينفعش كلنا نقعد حوالين بعض، احنا في منطقه طلعه، منطقه حدوديه، بينفعش كلنا نقعد حوالين بعض. الحين بتيجي الشرطه بتشوفنا بتكفت علينا بتاخذنا على السجن وين رايحين وين جايين وين وراكم. طب ليش احنا نعمل في حالنا هيك؟ كل واحد يروح في مكان، يقعد في مكان، يقعد يشيش يدخن، يقعد على جواله، ما حدش يضله قاعد مع الثاني. الا هي سياره بتخبط في فزبه في المنتزه، في الباركينج تبع المنتزه، وبتيجي الشرطه وبتيجي الاسعاف وبتنتهي الدنيا عندنا امن وامن داخل وامن خارج وتحقيقات وقصص والفزبه ومش الفزبه والحوادث ورخصه فلان وعلان، وصاروا يطلعوا حواليهم. قلت لهم ابعدوا عنا. بعد شوي اللي هو بيجي واحد تركي معاه سياره برضه فان، اجا اللي هو بقول ايش وطبي برطم في التركي. كان معنا ولد صغير بيفهم تركي، قال لنا بقول له يا شباب انتوا جاهزين؟ قلت له جاهزين. قول له قال روح على العربيه هذيك اطلع واحد واحد. راحوا على العربيه صاروا يتسلبدوا، الاول الثاني الثالث الرابع. انا قلت اخر شيء بدي اطلع عشان لو اجت الشرطه كبست على العربيه ابقى انا مش طالع فيها. راحوا كلهم على العربيه من هين وركبوا. رحت انا فيش وسع في الشنطه نظام ابواب بس مش شنطه مغلقه، يعني بتقعد وفي قزاز وشايف بس مبرسن السياره
وبنقدر نشوف الطريق. طلعنا في السيارة وامورنا تمام. شغل هالتركي، كان في سيستمهم حسب ما انا شفت حاطط جوال عنده على الطبلون وفاتح كاميرا مع 3 اشخاص او 4 اشخاص. انا كنت ورا بس كنت احاول اشوف وافهم. طبعا كان بيحكي تركي طول الطريق، بزعق للي بعده واللي بعده بزعق للي بعده. كان اللي انا شفته او اللي انا فهمته او اللي شرح لنا الواد الصغير اللي بيفهم تركي انه في 3 سيارات على الطريق. احنا اخر سياره، قدامنا سياره وقدامها كمان سياره. السياره الاولى بتكشف اذا في شرطه، السياره الثانيه بتكشف اذا في شرطه، السياره الثالثه اذا قالوا له التنتين اللي قدام في شرطه بميل يمين شمال بروح هين او هين، ما بكمل طريقه عدل. لحد ما ضلوا يسوق فينا. بعد شوي صف على اليمين، ولع هالسيجاره وصار يزعق على الجوال، يزعق وما انتم عارفين كلامهم وقصصهم والتهريب وطلعتهم ونزلتهم ورايحين وجايين. بعدين خش فينا في طريق كركار اللي هي طريق مخربطه هيك حصمه، مش طريق طبيعيه بين الجبال. ضل يسوق فينا حوالي ربع ساعه. قالنا اذا وقفكم بوليس قولوا له احنا رايحين على اسطنبول. طب كيف احنا رايحين على اسطنبول وانت ماخذنا في نص جبل؟ بتتهبل علينا. بس خلص هو بده يمشي، قلنا له ماشي ماشي. ضلينا ماشيين مع بعض لحد ما وصلنا لنقطه تقريبا الساعه 10 بالليل. قالنا انزلوا من السياره، امشوا وانتم مطمنين، ضلكم ماشيين بين الشجر لحد ما تصلوا في منطقه وتقعدوا فيها. خليكم قاعدين في هذه المنطقه، ما حدش يتحرك، ما حدش يطلع صوت، ما حدش يشبك انترنت، ما حدش يضوي فلاش، ما حدش يضوي جواله. رحنا قعدنا. طبعا انا معي شنطه الظهر فيها اغراضي، جوالي كنت حاطه في باكيت نايلون، معي باور بانك كنت حاطه في باكيت نايلون ورابطه. هذا شريت له كفر نايلون من المحلات هناك ببيعوا كل شيء، وجاهز على وهبة الاستعداد. اول ما قلنا انزلوا على الشط بننزل على الشط. احنا قاعدين على الجبل، لا هو فوق ولا هو تحت، في نص الجبل وقاربين على النزله. اجا كم من واحد تركي، ما خليتوش انا يصورني، غطيت وجهي بحس انه ما يشوفنيش او ما يصورنيش بالطريقه اللي هو بده اياها. اجى صورنا بالجوال، ضوى الجوال بالليل زي هيك، ضوى علينا، صور وجوهنا عشان انتوا عارفين بصيروا ينزلوا على التيك توك ابو فلان الفلاني، الصقر المش صقر، اول رحله وصلت ومش اول رحله وصلت. قال له كل الجزر مسكره، عليها تامين وعليها تجديد وعليها حراسه مش طبيعيه. فيش غير جزيره ساموس، وهذه من اضعف الجزر في عمل الاوراق وبتقعدوا وقت طويل وجزيره مقرفه. قلنا له اطلع ساموس ساموس اي حاجه، بس قلطني خط تركي، بديش اضلني في تركيا انا. كنا على الجبال هناك، عندهم بلم، اخذوا البلم هذا بكون ملفوف جديد 0 كيلو، نزلوه وين؟ تحت على الشط. بعدين هم نفسهم هذول الجماعه اجوا اخذوا الماتور وراحوا نزلوه على الشط، حطوا الماتور بعيد شوي وغطوه وجابوا البلم، فردوا البلم، ركبوا خشباته وبلشوا ينفخوا فيه ينفخوا فيه لما تعبوا واستووا. اجوا على الشباب قالوا لهم تعالوا بدنا حدا ينفخ معانا البلم. قلت لهم انا مش مستعد انفخ ولا احط ايدي في اي حاجه بتودي لتهريب او لاتجار ببشر او توصيل بشر او اورط حالي في قصص زي هيك. انا مش حالعب ولا حامل ولا حاجه من هذا الكلام. راح كم من شاب معاهم، انفخ نفخوا هالبلم وصار جاهز لايش؟ للدخول في المي. كانت الساعه تقريبا 3:30 الفجر. دخلوا البلم في الميه، بعدين شالوا الماتور 4-5 تنفار وراحوا ركبوا الاربع براغي، له 4 براغي بيركب بقعد، شغل اشتغل الماتور، عص بنزين فن 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 تمام. في شخص هناك طبعا اللي بسوق بدفعش مصاري، بيطلع ببلاش، بس السواق في هذيك الفترة ما جاش وما وصلش. فاجوا قالوا مين بيعرف يسوق؟ فلان. قال لهم انا بعرف اسوق. قالوا له طيب ماشي انت حتسوق؟ قال لهم وقفوا، لانه اذا انا لازم اسوق مش لازم ادفع، عشان هيك لازم اتصل على الزلمه اللي انا حاط عنده الفلوس واقول له انا حكون سواق وما بدي ادفع فلوس، ما تعطي الزلمه حتى لو وصلت ما تعطي فلوس. قالوا له لا ممنوع تفتح نت، اذا انت فتحت نت الان، اذا انت فتحت نت راح تخرب علينا وراح يعرف النقطه وتنكشف النقطه من الافلام والكذب هذا. قال لهم طيب ماشي، بس اصل بحكي مع الزلمه تبعي. موجود في المي شغال، بنزين كله تمام. جابوا 3 جالونات بنزين وقلنا هذول حطوهن معاكم. حطينا جالونات البنزين معانا، كله طلع الاول الثاني الثالث الرابع. طبعا بنخش في المي بتكون المي واصله لعند فوق ركبك بشوي، لانه البلم لازم يكون طايف فوق المي، عرفتوا علي؟ فانا برضو قررت اني اطلع تقريبا اخر واحد او قبل الاخير. رميت شنطتي لصاحبي، ما رضيتش خليها تقع في الميه، لانه لما تروح انت تسافر كله بصير يدردب واطلع وانزل واطلع من هنا وانزل من هنا ومن القصص هذه. طلعت في البلم، قعدت ورا قريب من الموتور، اخر واحد في واحد اخر من بعد مني طلع قاعد على جلانات البنزين وشغل يا معلم وقال له دوس. طبعا واحد بسوق ماسك دعسه البنزين، وواحد على الجوال شابك انترنت دولي وبتواصل مع الزلمه وبقول له انتوا طالعين صح، روح يمين
بقول له روح يمين للسواق، وروح شمال بروح شمال. طبعا كنا في البلم تقريبا 44 شخص. بالنسبة لي أنا كنت قاعد زي هيك، زي هيك كنت قاعد أنا، زي هيك وضغط حالي. دخلنا المية الساعة 4 بالضبط، مشى فينا البلم، مشى فينا الساعة 4 بلش طيرانه، بلش روحة في المي. قالوا لنا مش بعيدة، مش بعيدين انتوا على النقطة قريبة، الجزيرة قريبة، ما ادري شو. راح افرجيكم اياها على الشاشة، راح اظهر لكم عليها النقطة الزرقاء طبعا مكان ما احنا كنا موجودين. والجزيرة الحمراء اللي انتم شايفينها هذه عبارة عن المكان اللي راح نصله، او الجزيرة اللي راح نصلها. طبعا هي لزق في تركيا. طلعت فينا اللهم صل على سيدنا محمد. بلش شغل ومشى. صارت الساعة 4، كانت 4 صارت 5 واحنا في المية. طبعا الدنيا كحل ليل. بتطلع وراي زي هيك، بلشنا نبعد عن تركيا. كان فيها طواحين الهواء، ضوية احمر بتضوي بتطفي زي هيك بترعش. كنت اشوفها وتبعد، وكل ما نبعد اكثر اقول يا رب يا رب ما يمسكونا الجندرمة او غفر السواحل التركي، حتى ما يرجعنا على تركيا ويحبسنا اسبوع ويبصمنا وانتم طلعتوا بطريقه غير شرعيه ويعطينا مخالفه وقصص. هذا اللي بصير معك. وبسجنك من كتر الفقد في السجون بنيموك على الشط. يعني السجن تابع لمكان على الشط، بنيموا الناس على الشط. اللهم صل على سيدنا محمد. كمل طريق، كل ما يبعد اكثر اقول يا رب يا رب، هيا سهلت يا رب، بعدنا يا رب، حنوصل يا رب، ان شاء الله بنبعد اكثر يا رب. وضلتها ماشيه معانا في الطريق. كيفت انا قلت بس يا ولد انت هيك في السليم. شق النهار، بلشت تطلع الشمس. قلت احنا في الليل كنا ماشيين والامور مية مية. طبعا صوت البلم في الليل صوته جدا مزعج، جدا عالي صوت الماتور تاع البلم. غير هيك انه البلم بس على 4 5 6 انفار وبكون ماشي بحريته. 44 شخص هنا والبلم عامل زي هيك وماشي في المية، زي هيك ماشي في المية. وضل ماشي السواق مسرع لحد ما خلص القلن الاول. طبعا الماتور بكون له بربيش، بتفك البربيش وبتحطه في وين؟ في القلن الثاني. بصير يشفط من القلن الثاني اللي هو بطفي. طفى الماتور مجرد ما نقلناه، فكينا القلن وحطينا في القلن الثاني، صار في فراغ في السولار او في البنزين اللي بنتقل على الماتور، طفى. شغل يا ولد دو 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 دو. مش راضي يشتغل الماتور. قلنا سيبه يريح شرق. اتصل على الزلمه قال له خرب، قال له اعمل الدعسه الفلانيه، اعمل الدعسه العلتانيه عشان يطلع مش عشان يطلع. وشغل، حاول تشغل مره 2 3 4 5 لما اللي هو بيشتغل. اشتغل. قلنا الحمد لله. كمل يا ولد طريقك. الحين الجزيره هنا واحنا كنا في تركيا هين، لو بدك تيجي هيك 17 كيلو سريعه بتجيها. بس انت هيك على طريق كل السواح موجودين والحكومه هين موجوده والشرطه ورادارات. فانت بدك تطلع هيك. طلع بعيد واجا على الجزيره من ورا. ضلينا ماشيين لحد الساعه 11 الظهر. من الساعه 4 للساعه 11، 10 ونص 11 10 و45 دقيقه وانت قاعد جنب الماتور مقيد حالك زي هيك، والماتور بجعر جنبك بجعر. صرنا الحين واحنا في الطريق شفنا الجبل، الجزيرة ما هي كلها جبال وصخور. قلنا بس هيو قريب. اتريتوا الجبل لما تشوفه من بعيد كتر ما هو ضخم تفكره قريب عليك، بس مهما ضلت البلم يبحر ناحيته بتلاقيه بعيد عنه. زائد انه البحر من جوا فيش فيه موج، بس فيه المية زي هيك المية. والبلم هذا يطلع وينزل في المي، يعمل ويزر على حاله ويطلع وينزل في المي. احط لكم مشاهد من اللي صورناها ومشاهد ثانيه مش من تصويرنا، لكن بتحكي لك الواقع وبتجيب لك اياها 100%. لانه كنا خايفين نطلع جوالاتنا، لانه اذا كان في شرطه، مش شرطه، لو كان في مافيا في البحر بيجيك بسفينه بتوقف البلم بتقول يلا واحد ورا الثاني اطلعوا كلكم على السفينه. بطلعكم على السفينه، كل واحد معاه جوال يحطه هنا، كل واحد معاه شنطه يحطها هين، وبشغل هالسفينه وبضلوا رايحنا باتجاه مين؟ تركيا. بس يصل تركيا بيبقى معاهم بنزلك بقعدك في البلم اللي هو اللي انت جيت فيه، وبنزل كل المهاجرين بقعدهم في البلم وببعد عنهم شوي. بصير يعمل حواليهم موج ورايح جاي الموج ايش؟ بزق البلم تبعك على تركيا، وبقول لك يلا رن على تركيا دبر حالك خليهم يجي ياخذوك. فاحنا كنا بدنا نتفادى هذه المرحله. كيف نتفاداها؟ انه نصل الجزيره ونصل الكامب ونسلم حالنا للمنظمات قبل ما يصلنا هدول المافيا. فجزيرة ساموس فيش عليها مافيا كتير، فيش عليها الناس انها تعلبط عليك او تسيطر عليك. فهذا الاشي اللي بخليها ارخص وبتخليش الناس تروح عليها رحلات، لانه اوراقها بطيئة. عشان هيك، عشان فيش كتير ناس تروح عليها عشان اوراقها بطيئة، فيش عليها تجديد امني كتير. مشى فينا، قلنا هي الجبل قرب عنا، وصلنا طول لحد ما وصلنا. الحين وصلنا الجزيرة.
لقينا كل مكان صخر واقف هيك، والموج بضرب في الصخر، الموج بضرب في الصخر، فيش مكان نقدر نعدي منه. طب يلا بدنا مكان بس نصف فيه عشان نعدي، احنا جزيرة ضخمة، والقلن احنا كان معنا 3 قالونات بنزين او سولار، كل قلن 20 لتر، خلص نكون نضل الاخير فيه شوية، واذا خلص حنضلنا في المية. اذا انا مثلا بدي اكمل، بدي انط في في البحر واسبح واكمل سباحة، هذا اللي بيعرف يسبح. اللي ما بيعرف يسبح يضله قاعد في البلم لما البلم يوديه في مكان معين، محدش بيعرف وين حيروح. فعشان هيك بقول لكم كمان مرة الطريقة هذه خطيرة جدا، بدك تيجي تعال بس شوف طريقة ما تضرش حالك بهذا الاسلوب او تعرض حياتك للخطر. وصلنا دور على مكان، دور على مكان، فيش في الجزيرة، لقى مكان واطي السواق، في كيف يعني فيش صخر عالي، بس برضه الصخر واطي والموج بعدي وبطلع، بعدي وبطلع. فقال ايش، بدي احاول اسرع في البلم واعدي واقعد البلم وانتم بتنزلوا يمين وشمال وبتكملوا على الجبل. لسه ما لحقش يقرب يصل، بده يعص بنزين انه يقلط البلم، يقعد البلم على الصخره، لقينا اللي بنط من اليمين واللي بنط من الشمال واللي بنط من هين واللي برمي شنطته واللي بمسك ابنه وبرميه واللي بصير شو كله برمي على الصخر عشان يطلع. صار البلم زي هيك يعمل فينا، اللي هو الولد بالغلط السواق عص على البنزين، قرب على الصخر، كسر من الشفر تاعت الموتور. اجى واحد معاه سكينه، بعط البلم على اساس انه البلم يغرق، على اساس لو اجت الحكومه ومسكتنا او اجت المافيا واجت اي حدا بده يرجعنا ما يلاقيش البلم، ممكن انه صالح للترجيع، انه يرجعونا فيه. مع العلم انهم صاروا يجيبوا بوكس او صناديق كبيره بتسع البشر، ينفخوها يحطوا فيها البني ادمين اللي بيبعطوا البلم، يقول لهم ايش، روحوا زقوهم على تركيا تاني. فهي اللي صار لحد ما وصلنا الحين قدامنا لقينا جبل عالي. طبعا اول ما وصلنا واول ما رجلينا خطت الاراضي كله شبك نت، اتصل على اهله، الو يابا يما انا وصلت اليونان، الحمد لله الحمد لله على السلامه، مش الحمد لله على السلامه. طبعا هحط لكم شويه صور ومقاطع من البلم والمكان اللي وصلنا له والصخره واول وصولنا كان. بعد شوي بلشنا نطلع على الجبل، قلنا نطلع. شايفين يا جايز الجمال، طلعنا على الجبل من فوق. بعد ما وصلنا الجزيرة وقررنا نكمل طريقنا طلعت مليانة شوك وغابات. لقيت مرمية اخذتها معاي، شغل فاخر، مرمية الجبل يا معلمين. شايفين كيف الطريق في الغابة، احنا في الجزيرة في اليونان.